شنو يخدم والتاجر الجزائري يدير بلاكة مكتوب عليها ميد ان الجيريا ويبيعها لك بسومة زايدة ب5 أضعاف على سومتها فلاشين. السلام عليكم. في لو موند اونتيي كي المصنع بين قوسين المركب يعلن رسميا أنه وحدة التركيب تاعو ما هي إلا فرع مرخص من الشركة العالمية الأم، ويزيد يستعين بالمؤثرين للإشهار والترويج، ويستعملوا مصطلحات كما مصنع، تصنيع، في بلاصة ما يقولوا وحدة تركيب. هذا معناه انه راح يحطم السوق والاسعار راح تكون مغرية وتنافسية. شبيك انت السيد عنده فرع من الشركة الام؟ بالصحة عنا هنا يحدث العكس تماما. كل مركب بين قوسين المصنع يدير إشهار أنه وحدة التركيب بتاعه هي فرع مرخص من الشركة الأم، يشعل فيك النار في البري. لو كان جات السلعة موفرة ومنوعة وكاين منافسة ثم نقول لك ربي سهل عليه يبيع حتى بمليار. بالصح المشكل وين؟ أنه الانتهازيين هذم يلعبوا على عنصر الاحتياج والندرة. كما راك على بالك الناس كامل يحتاجوا وسيلة نقل، بالأخص في المدن الكبرى مع لونكومبرومون. اللي عنده فواتير ويحتاج موطو فما أدراك اللي ما عندوش. كما راكم تشوفوا السكوتر هذا فلاشين يسوى $200، بسومة المارشي نوار عنا 4,800,000 وبسومة لابونك 2,600,000. المشكل وين؟ عنا راهم يبيعوا فيه ب27 مليون أبو قلب، أقل شوي 26,990,000. باه ما نزيدش عليهم مساكن. بعملية بسيطة لو بري تاع الموطو عنا اللي هو 27 مليون تنقص منه السومة تاع الموطو فلاشين بالدولار بسومة المارشي نوار عنا واللي هي 4,800,000 إتيقال 22,200,000 مقسمة بين سعر الشحن والجمركة ومصاريف وأتعاب التركيب والفايدة تاعهم هما. قولوا لي برك، اسكو تبان لكم لوجيك هذه؟ خوتي أنا أمور الممثل الرسمي وفرع من الشركة الأم هي لو كان مع إيلون ماسك سبيس إكس تتحط هنا في الجزائر. هذه كل ما تهمنيش قد ما يهمني السعر أنه يكون مدروس ومنطقي، مش زايد ب5 أضعاف على سومته فلاشين. موطو صغير تاع تريسيتي إي بايك، لا شارج تاع لا باتري تاعو تحكم 60 كيلومتر كي يكون جديد، خليه كي يقدم شوي ب27 مليون. خوتي أنا واحد من الناس ما نحبش لي يخدعني في السومة، يلو كان يكون دالي 1000 فرنك زايدة ونفيق نتغم، خطر الخدعة خدعة سوا دفرة مليون ولا 10. وانتوما تقبلوا يدوا فيكم فايدة مهولة دراهمكم اللي تعبتوا عليهم؟ جاوبونا في التعليقات. توعية مسؤولية الجميع. أبوني في لاباج، بارطاجي الفيديو باه نولهو بعضانا. سلام.